أي واحد هيبص على الواقع اللي عايشاه غزة دلوقتي هيخطر في باله سؤال واحد وبس: هو فين ربنا من اللي بيحصل في غزة؟ وهو ليه ربنا سايبهم كده بس؟ أطفال بيموتوا من الجوع في كل لحظة، وناس بتتحرق، وأمهات بتصرخ وقلبها بيتفطر وهي بتدفن أولادها. فمن المنطقي إنك تسأل هو فين عدل ربنا في ده؟ وهي فين رحمة ربنا في ده؟ فأنت لو بتشوف طفل بيموت في كل لحظة من الجوع وإنت مش قادر تقدم له حاجة، أسوأ أنواع القهر. فمن الطبيعي إنك تسأل هو فين ربنا من ده؟ وأنا النهاردة مش جاي أزايد عليك، لأن معاناة أهل غزة وصلت لمستوى فوق كل الكلمات والمزايدات. وعشان السؤال ده منطقي وبديهي ربنا جاوبك عليه من قبل ما تسأله وقالك: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم. فاوعى تفتكر أو تظن قدام كل اللي بتشوفه ده إن ربنا غايب أو غافل أو عاجز. فالوجع عمره ما كان معناه غياب ربنا، لكن امتحان للبشر وفتنة. فالفتنة مش بس في النساء والمال، بل إن أعظم فتنة هي إنك تشوف كل الوجع ده وتمسك نفسك عن إنك تقول أنت فين يا رب. لحظة لما بتتفرج وما بتبقاش فاهم هو ليه طفل يتعذب بحرمانه من الأكل لغاية لما يموت بالشكل ده، وتبقى متأكد إن ده فيه خير ليه وللأمة. ودي أعظم فتنة وامتحان للبشر. هترضى وتتحمل، ولا هتجزع وتقول ليه كده يا رب؟ ولا هتبيع الدم بالترندات وهتكون مستهلك للظلم بدل ما تكون مقاوم ليه؟ اعرف ان ربنا اختار غزة عشان تكون أداة لاختبار البشر وضميرهم، وامتحان لحياة القلب أو موته. وخدها مني وصدقني، كل سنين القهر دي ليست إلا تحضير لمعجزة. فاوعى يقع في قلبك شك في لحظة ان ربنا مش مطلع ولا شاهد على كل اللي بيحصل. وخليك عارف ان الصوت اللي ما بيسمعوش الناس بيسمعوا ربنا. فالوجع والظلم مش معناه غياب ربنا، لكن معناه ان ربنا بيبهي للظالم وامتحان للناس. امتحان للناس لان الناس في الازمات نوعين: ناس بتغضب من ربنا وبتقول انت فين يا رب، وناس بتلجأ ليه اكتر وبتتعلق بيه. لكن السؤال المهم برضه هو ليه الاطفال بتموت بالشكل ده؟ هون على نفسك، فالاطفال دي مش بيموتوا عشان يتعاقبوا، لكن بالعكس بيموتوا عشان عند ربنا يتهنوا. وخليك عارف ان ربنا كان قادر يمنع الشر تماما من البداية وينشر العدل، لكن احنا دايما بنكون فاهمين عدل ربنا غلط. فمش شرط العدل يحصل دلوقتي وعلى الفور. العدل الحقيقي ان ربنا يمهلهم. عشان كده ربنا قال: انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. وخلي بالك، امهال ربنا ما بيغرش الا الكافر، لكن المؤمن عارف ان امهال ربنا معناه عقاب اقترب. فلو ربنا بيقضي كل شيء على الفور ما كانش هيبقى فيه حياة. فالعدسة اللي بتبص منها عشان تحكم على عدل ربنا عدسة ضيقة ولا يحيطون به علما. فاوعى تتوه في لحظة وتسأل هو فين ربنا، وخليك على يقين ان اخرة الوجع ده تمكين. ولو شايفها ضلمة، افتكر ازاي يوسف اتحول من طفل رماه اخواته في البير عن قصد وعمد، واتباع كعبد وافتري عليه ودخل السجن سنين وما قالش هو ربنا فين. عشان كده في الاخر سمع: وكذلك مكنا ليوسف في الارض. ولما تيأس شوية، افتكر ازاي اتخلص موسى من ظلم فرعون، اكبر سفاح في التاريخ، مش سنة ولا 2، من وهو طفل وفرعون بيظلم وبيقتل وبيذبح الاطفال. ويكبر موسى ويهرب ويرجع وفرعون لسه فاجر وظالم، وعمره ما قال انت فينك يا رب. عشان كده في النهاية ربنا نصر الضعفاء وقال: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ولما تضيق بيك خالص، افتكر النبي صلى الله عليه وسلم لما اتحاصر 3 سنين في شعب أبي طالب، وجع لغاية لما أكل ورق الشجر. 3 سنين نفي وطرد واتهام ومحاولة قتله في كل لحظة. وفي عز المحنة دي ربنا قال له: فإنك بأعيننا. يعني ربنا شايف كل ده وسايب النبي بيتوجع، سايبه عشان يرفعه ويقويه، عشان يطلع نور الدعوة اللي ما ينطفيش ليوم الدين. ولما تتفرج على البعدة والظلمة دول وهم بيستعرضوا قوتهم على اخواتنا وبيضحكوا، افتكر أصحاب الأخدود، ناس مؤمنين اتجمعوا واترموا في النار، شيوخ وأطفال، وهم بيصرخوا بأعلى صوتهم والمجرم شايف وبيضحك، وما قالوش هو فين ربنا. عشان كده ربنا وصف اللي هم فيه وقال: ذلك الفوز العظيم. فربنا موجود، لكن مش زي اللي في خيالك أو تصورك، لأننا أحيانا ما بنحسش بوجود ربنا إلا في نصرته لينا أو في إكرامه لينا، بنحس بيه بس في المشاهد اللي بترضينا. لكن ربنا كان مع كل اللي ذكرناهم حتى في وجعهم. كان مع يوسف على الرغم من إنه كان في السجن،
وكان مع موسى على الرغم من انه اترمى في النيل وهو لسه مولود، وكان مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيتهجر من مكة مش بيفتحها. فربنا بيبقى جنبك مش بس لما بتكسب، لكن كمان لما تكون موجوع. فكل شهيد بيموت وهو بيضحك بيثبت لك ان ربنا موجود، وكل طفل بيصرخ وهو مش لاقي لقمة اكل بيثبت لك ان ربنا موجود. فالظلم ده كله بيحصل وربنا مش غايب او غافل، لكن مطلع وممهل، والحين يتغير الناس ويكونوا جزء من نصر ربنا، مش شهود على المأساة وبس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يأتي زمان على الناس القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. انت متخيل يعني ايه؟ يعني الوقت ده هيكون الجمر هو الحق، فربنا بيبقى الشر ظاهر عشان يجبرنا اننا نختار يا معاه يا ضده، مش في النص ومش متفرج ومش خبير تحليلات، لكن تشتغل على نفسك وتغيرها. وفي وسط كل اللي بيحصل ده تشوف النصر وتتحمل وتصبر وتقول يا رب قويني على الصبر لغاية لما اشوف انتقامك بعيني. ففي وسط اللي كان بيعيشوا قوم فرعون قدام ظلم وذبح أولادهم واغتصاب نسائهم قدام عينيهم، ربنا قال لهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. هي فين المنة دي اللي في وسط قتل أولادي وفرعون؟ فلازم نفهمها صح. اللي في أهل غزة ده دلوقتي منة ليهم وللأمة. ولازم تعرف إن الهزيمة والضعف عمرها ما كانت دليل على غياب ربنا، لكن دليل على غيابنا وضعفنا إحنا، دليل على امتحاننا إحنا. مين اللي هيكمل بعد الأمل ومين اللي مش هيكمل؟ مين اللي هيشك ومين اللي هيقول معاك يا رب حتى وأنا موجوع؟ وهو ده معنى إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. لو أنت راض أنا مستحمل. وبعد كل اللي حكيتهولك ده عايزك تعرف وتعرف غيرك إن سكوت ربنا مش نسيان، وتأخير عقابه مش تخاذل، وألمه على المؤمنين مش عقوبة، وإن دموعك دي مش ضيعة، لكن دي شغلانة في السما وإنت ما تعرفش ترتيبها. الأمل اللي أنا بحاول أقنعك بيه ده مش رفاهية، لكن دي ضرورة لحياتنا. وتأكد إن النصر لما بيجي على مقاس الصبر والوجع، والناس دي صبرت قوي. فاللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، واحفظهم بحفظك واكلأهم بعينك التي لا تنام.